يا هلا فيكم بقناتي. هون المكان يلي مو أي حدا بيدخله وبيطلع مثل ما فات، لأن هون منغوص سوا بعوالم ما بين الحقيقة والخيال، ومنفتح أبواب ما لازم تنفتح، ومنحكي عن قصص مو الكل بيصدقها، قصص صارت فعلا بس ما حدا فهمها، وأحداث غريبة مرت عبر الزمن بين الماضي والحاضر. أنا لمسة غموض، وبوعدك كل فيديو هون رح ياخدك برحلة ما رح تنساها، رحلة بتخليك تشوف العالم بنظرة تانية. في صباح حار من صيف استراليا يوم 26 كانون الثاني سنة 1966، كانت الشمس طالعة مثل كل يوم، والبحر عم يلمع تحتها كأنه عم يضحك، بس ما حدا كان بيعرف إنه هالضحكة رح تصير بعد ساعات قليلة صرخة مكتومة داخل ذاكرة بلد كامل. 3 أولاد صغار بعيونهم براءة العالم كله راحوا على البحر وما رجعوا أبدا. جين 9 سنين، آرنا 7 سنين، وجراند 4 سنين لبسوا تياب البحر وقالوا لأمهم منرجع قبل الساعتين يا ماما، بس الساعة اجت وبعدها ساعة وبعدها غابت الشمس وما رجع حدا. الأب ركض على الشاطئ ونادى بأسمائهم، سأل كل الناس بس البحر كان ساكت. ومن هون بلشت أكبر قصة اختفاء بتاريخ استراليا، قصة ما انكتبت نهايتها لهلأ. من أول الساعات امتلأ الشاطئ بالناس، الشرطة والغواصين والمتطوعين، الكل عم بفتش بين الرمل والموج. في ناس قالت شافوا الأطفال مع رجال غريب طويل وأشقر مبتسم زيادة عن اللزوم. واحدة من المخبز قالت إنه جين دفعت بورقة فئة جنيه، مع إنهم ما كان معهم غير شلنات بسيطة. السؤال هون، منين اجت المصاري؟ ومين هذا الرجل اللي فجأة صار كأنه جزء من عيلتهم؟ وبعد شهور من الصمت اجا وسيط روحاني من هولندا اسمه جراند، قال انه شايف رؤيا الأطفال مدفونين تحت مستودع جديد بمكان كان مصنع طوب قديم. الناس صدقوه وتبرعوا وبلش الحفر، كل الكاميرات وكل العيون مستنية المعجزة. بس لما طلعوا من الحفرة ولا شي، لا جثث لا أدلة ولا حتى لعبة صغيرة، كأن الأرض نفسها ابتلعتهم ورفضت تتكلم. وبعد 2 من الاختفاء وصلت رسالتين لأهل الأطفال، واحدة موقعة باسم جين قالت إنها وأخواتها عايشين مع رجال طيب وبدها ترجع تشوف أهلها. تخيلوا قلب الأم والأب كيف كان. سافروا على المكان المحدد ناطرين يسمعوا صوت صغير يقول بابا، بس ولا حدا إجا. مرت السنين وانكشف إنه الرسائل كانت مزحة من شخص مريض، مزحة كسرت قلوب ما تعافت من الأساس. سنة 2013 الصحفيين رجعوا نبشوا بالملف، طلع اسم جديد، هاري فيبس، رجل أعمال غني ساكن قريب من الشاطئ. ابنه قال إنه شاف الأطفال ببيت أبوه بنفس اليوم اللي اختفوا فيه، وقال إنه أبوه كان قاسي وغريب. تخيلوا هالجملة شو معناها بلسان طفل. عاملين كمان حكوا إنه فيبس طلب منهم يحفروا حفرة كبيرة بمصنعه. وقتها لما الشرطة فتشت بالمكان استخدموا رادار متطور، بس النتيجة نفسها ولا شيء.
مرة بيطلع خيط وبينقطع، وكل شاهد بيختفي، كل أمل بيندفن. الشرطة صارت تشوف القضية مثل ظل بيهرب من الضوء، كل ما بيقربوا بيختفي. الناس بطلت تعرف إذا في مجرم واحد ولا سر أكبر من هيك عم بيتخبى ورا الهدوء الأسترالي. يمكن في شبكة، ويمكن في تستر، يمكن ما في ولا أثر، لأن الحقيقة مو على الأرض أساساً. وبعد أكثر من 50 سنة الشرطة رجعت حفرت بموقع المصنع، قالوا إنه في تشوه بالأرض، يمكن يكون مدفن. رجعت الكاميرات والصحفيين الأمل والدموع، كل الناس ناطرين كلمة واحدة: لقيناهم. بس لما طلع الناطق باسم الشرطة قال ما لقينا شي، الناس سكتت. بس مو سكوت راحة، كان سكوت عجز. كان الزمن توقف من جديد بهديك اللحظة. وين راحوا؟ وليش ولا جثة ولا قطعة ثياب ولا حتى دمية صغيرة طلعت بعد كل هالسنين؟ هل فعلا رجل واحد قدر يخفيهم للأبد، ولا في سر أكبر يمكن مربوط بحدا أقوى، حدا ما حدا بيقدر يلمسه؟ في ناس بتقول إنه القضية مو جريمة، هي لعنة، واللعنة الأطفال اللي 3 بعدها معلقة بالشاطئ، وكل موجة بتهمس باسمهم. واليوم وبعد أكثر من نص قرن، كل ما بتغيب الشمس على الشاطئ الناس بتقول إنهم سمعوا أصوات ضحك أطفال من بعيد. يمكن صدى الذكريات، ويمكن شي تاني تماما. بس السؤال اللي بيطارد الكل: إذا الأرض ما حكت والبحر ساكت، وين اختفى صدى ضحكتهم؟ وانت لو كنت مار من هنيك وسمعت نداء خفيف بيقول ماما، رح تكمل طريقك ولا تلتفت؟ وإذا حبيت تعرف قصص تانية مثل هي، قصص غامضة وغريبة ومليانة أسرار بين الحياة والموت، اشترك بالقناة وخليك معنا بهالعالم يلي ما بينكشف إلا للأصحاب العيون الفضولية، لأن يلي جاية أعمق وأغرب وأكثر غموض مما تتخيل. هون القصص ما بتنتهي، هون الغموض هو البداية. تابعوني وحبوني، ومن لايكاتكم لا تحرموا.